اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه المصريه الاصليه بطريقه سهله جدا، وان شاء الله هتطلع معاكي طريه وهشه زي المحلات بالظبط. لو بتحبي البسبوسه عمرها ما نجحت معاكي الفيديو ده ليكي. طريقه سهله ومقادير مظبوطه والنتيجه زي المحلات بالظبط. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل البسبوسه التحفه دي ازاي. اول حاجه هنعمل لها كسرونه واحط فيها كوبايه سكر 200 جرام وكوبايه الا ربع لبن 165 جرام ومعلقه كبيره عسل جلوكوز، ولو مش متوفر استخدمي عسل نحل. وهقلب المكونات كلها لحد ما تدوب. حطيها بس على النار لمده 4 دقايق لحد بس ما السكر يدوب. مش عاوزين اللبن يغلي عشان ما يتبخرش وتقل نسبه اللبن والوصفه كلها تبوظ. وده كده شكله بعد ما السكر داب وبقى شكله كريمي زي ما انتم شايفين. عندي بقى نص كيلو دقيق، وافضل نوع استخدمته سنبلة الفرات. هحط عليه ربع معلقه صغيره بيكنج باودر وكيس فانيليا، وهقلب الفانيليا والبيكنج باودر كويس في الدقيق. وهحط على الدقيق كوبايه الا ربع سمنه 130 جرام، وهبتدي اقلب السمنه كويس جدا مع الدقيق لحد ما كل حبات الدقيق تتغلف بالسمنه. وفي المرحله دي هبتدي اشيل الاسباتيولا وبس الدقيق بالسمنه كويس جدا. بس الدقيق براحتك خالص، الخطوه دي مهمه جدا، هي اللي هتخلي البسبوسه بتاعتك طريه ومرمله. واول ما نحط خليط السوائل يدوب بطراطيف صوابعنا كده وهنقلب. البسبوسه مش هنعجنها علشان ما تنشفش، وطبعا اللبن يكون دافي. بصوا هي مش محتاجه تقليب، يدوب مجرد الدقيق يتشرب السوائل كده يبقى خلاص تمام. وهحط خليط البسبوسه في صينيه مدهونه بالسمنه مقاس 28، ولو حباها رفيعه شويه هتحطيها في صينيه مقاس 30. هتحركي بس الصينيه كده او تخبطيها خبطتين على الرخامه هتلاقيها اتفردت معاكي بكل سهوله. وهحط على الوش شويه بندق. استخدمي اي مكسرات متوفره عندك، ولو مش بتحبي المكسرات سيبيها ساده ما تحطيش عليها حاجه. وقبل ما ادخلها الفرن هسيبها نص ساعه او ساعه الا ربع على الرخامه. الخطوه دي مهمه جدا. دقيق السميد هيتشرب السوائل كويس جدا، وحبات السميد هتتفتح، ولما نحط عليها الشربات بعد ما تستوي البسبوسه بتاعتنا هتشرب الشربات كويس جدا. وهدخلها الفرن على الرف اللي في النص. الفرن نكون مسخنينه قبلها ب10 دقايق، النار تكون اعلى من الوسط بشويه. هتاخد في الفرن نص ساعه او 35 دقيقه، ما نسيبهاش اكتر من كده في الفرن عشان ما تنشفش. وعلى ما البسبوسه تستوي نعمل الشربات. في كسرونه احط فيها كوبايتين الا ربع سكر وكوبايتين ونص ميه وعصير نص ليمونه ومعلقه كبيره عسل جلوكوز، واحط الشربات على النار. اول ما يغلي اسيبه على النار من 3 ل 4 دقايق وهطفي عليه. اول ما البسبوسه تخرج من الفرن وهي سخنه والشربات سخن هسقي البسبوسه على طول. تعرفي ازاي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه ومقاديرك مظبوطه؟ اول ما تحطي الشربات البسبوسه تتشربها على طول بكل سهوله. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ حاجه كده تحفه. وبعد ما نسقي البسبوسه الشربات كله هنغطيها بغطا ونسيبها تبرد خالص، وبعد ما تبرد نقدمها. ان شاء الله تجربوا وصفه البسبوسه دي وتعجبكم، وقولوا لي في التعليقات لما تجربوها رايكم ايه وطلعت معاكم عامله ازاي. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم اشعار بكل الوصفات الجديده. دمتم في امان الله، سلام عليكم.